عشاق لندن مرحبا بكم. جنون الكرة الإفريقية صامويل إيتو الأسد الكاميروني بعدما أهان الجزائر في مباراة تاريخية تأهل على إثرها، وبعد عدة مباريات دولية ودية خسرها المنتخب الكاميروني، إلى أن خرجت صامويل إيتو تزايدت بأن الكاميرون تذهب إلى كأس العالم فيفا قطر 2022 من أجل تتويج. صامويل إيتو بالغ كثيرا أو ثقة في النفس كثيرا، لكن هذه المرة أكد وصرح بأن الكاميرون ستفوز بكأس العالم فيفا قطر 2022 والمنافس في النهائي المنتخب المغربي. إذا قال المغرب وقال السنغال ممكن، لكن الكاميرون بلاعبيها هل حقا قادرة على الذهاب بعيدا في كأس العالم؟ وهل المنتخب المغربي سيتحلى بالشجاعة ليهاجم الخصوم ويدك شباكهم بالأهداف، خصوصا أن أسود الأطلس لهم من الإمكانيات ما لهم، ولهم من اللاعبين الأبرز في الدوريات الخمسة الكبرى لتحقيق المبتغى؟ إلى أي مدى سيصل المنتخب المغربي في كأس العالم؟ وهل صامويل إيتو يريد فقط الأضواء وإثارة الصحافة والإعلام حوله؟ يريد الشهرة وهو في غنى عنها بعدما أهان بيب غوارديولا؟ صامويل إيتو يتمادى كثيرا في تصريحاته حول مستقبل كأس العالم، والفائز بذلك يؤكد أن المنتخب الكاميروني ذاهب للفوز باللقب، والنهائي بين الكاميرون والمغرب. جنون كرة القدم الإفريقية ما زال إلى حد لا يمكن أن يعلمه إلا الأفارقة.